هي اصحابها. طب ما اقول اصحاب انا هم اصحابك انت. هاي وخلاص. اكتبولي ايه رأيكم في الكوستر، لانه انا اللي عملته. فانا مبسوطة قوي بشكله. هو صحيح شكله عادي او تقليدي، بس بصراحة حبيت قوي. فتعالوا نحطه كده عشان هنبدأ فقرة الفطار. نقول بسم الله. حبيت حرفيا شكله كتكوت قوي، فمبسوطة بيه جدا جدا جدا. السرير شكله مبهدل، والنهاردة حابة ان انا اغير الملاية، فيلا بينا هنوضب السرير. اهلا اهلا يا حلوين، يمكن من بداية المقطع وانا ما قلتلكوش اهلا. فانا شيماء حسام، فاهلا بيكم لو اول مرة تشوفوني، واهلا بيكم كمان مرة في فيديو جديد. فيديو النهاردة حابة انقل لكم فيه تجربتي في محاولاتي للعودة للروتين، لاني بقالي مدة طويلة وانا بقطع في روتيني شوية. فانا حابة ان انا استغل وقتي بطريقة افضل، وان انا استثمره بطريقة تكون سليمة، واحاول قدر ما استطعت ان انا ارجع روتيني مرة تانية. فيلا بينا نكمل الجزء التاني من المقطع. انتوا اكيد شفتوا الجزء الاولاني ومحاولاتي في العودة للروتين، ودلوقتي احنا في الجزء التاني. فانا حاليا وصلت لمرحلة ان انا بكتب التو دو ليست بتاعة اليوم، لاني ما كنتش كتبتها قبل بيوم. ولكن في كتابة التو دو ليست دايما انصحكم انكم تكتبوا المهام اليومية بتاعتكم من قبل بيوم، وتبدأوا بأول 3 مهام وأصعب 3 مهام، أو المهام اللي هي بتكون بتستنفذ منكم طاقة أو تاخد وقت ومجهود. فانتوا اللي بتقدروا تحددوا امتى بيكون وقت الطاقة بتاعكم على مدار اليوم، وتحاولوا على قدر ما استطعتوا انكم تستغلوه بطريقة افضل، وتحاولوا ان انتوا تستخدموا الحاجات اللي بيبقى فيها وقت ومجهود في الوقت بتاع الطاقة. في ناس بيبقى بيستمدوا طاقتهم وقت الصبح، وفي ناس بتستمد طاقتها وقت الليل، على حسب كل شخص بيعرف يدير وقته ازاي. ولكن هو بغض النظر عن إدارة الوقت، فاحنا بنبقى محتاجين ندير الطاقة بتاعتنا، أو يبقى على دراية بالطاقة بتاعتنا أكتر من إدارة الوقت نفسه. فأنا دلوقتي كنت بكتب قائمة المهام بتاعتي وخلصتها، وبعد كده بدأت ان انا اكتب في قائمة المهام بتاعة اليوم اللي بعده او اليوم التاني، علشان خاطر يبقى برضو كتبتها قبل بيوم، وايه الحاجات اللي انا محتاجة اشتغل عليها في اليوم التاني. يمكن برضو هو الاصلح ان انا كنت كتبتها اخر اليوم، عشان اشوف اصلا هخلص المهام اللي انا مفروض اشتغل عليها في التوقيت ده او لا، بحيث ان المهام اللي انا بتاعت اليوم هي اللي ممكن اجلها لتاني يوم. ولكن انا كنت مرتبة يومي يعني، فكنت عارفة ايه اللي انا هعمله على مدار اليوم، وايه الحاجات اللي انا حابة اشتغل عليها تاني يوم. فالموضوع بالنسبة لي يعني انا كنت عارفة في التوقيت ده تحديدا انا عايزة اعمل ايه، وايه اللي محتاج يتأجل، او ايه اللي محتاجة اشتغل عليه في وقت تاني. وبمعنى ادق، انا كنت اغلب المهام اللي انا كنت حابة اشتغل عليها
الفترة دي كنت حابة اشتغل على التصوير اكتر عشان انزل لكم بمجموعة فيديوهات وما بقاش غايبة عنكم مدة طويلة، لان انا اوقات بظهر واوقات بختفي، فانا مش حابة ان انا اعمل كده تاني، فبحاول قدر ما استطعت ان انا انظم جدول التصوير. حتى المقاطع نفسها بحاول قدر ما استطعت ان انا انوع لكم في المحتوى، لانه بلاقي ان انا بنزل محتوى في منكم بيطلب محتوى تاني او حاجات تانية، بمعنى ادق انا بنزل لكم فلوجات، حاجات تساعدكم في تطوير الذات، وفي ناس بتطلب مني مثلا تزيين لدفاتر المدرسة، اعمال يدوية، حاجات زي كده. انا كده كده بعرف اعمل كل الحاجات دي، ولكن اغلب المقاطع بتكون عن تطوير الذات، فبرضه مش حابة انقطع عن الأعمال اليدوية والتزيين بتاع الدفاتر والحاجات دي كلها، لأن هي كده كده بتبقى مطلوبة، فمش حابة ان انا انقطع مرة واحدة عنها. فحبيت علشان الناس ما تزعلش ارجع المقاطع مرة تانية علشان ابقى مواكبة على كل المقاطع المطلوبة. والله المستعان. بعد ما خلصت كتابتي للمهام اليومية، هرجع دلوقتي بالدفتر شوية لقدام، لانه انا الدفتر ده بيبقى في بداية الصفحات بتاعته اذكار الصباح والمساء، واحنا كنا وقت الصبح وانا ما قرأتش الاذكار بتاعة الصباح، فانا حبيت ان انا استغل وقتي برضو باعتبار ان انا كده كده في ايدي الدفتر، فخليني اقراه النهارده من الدفتر، لان انا غالبا بقرا اذكار الصباح والمساء من الموبايل. وبصراحه كنت خايفه ان انا اقوم من على المكتب وانشغل في اي حاجه تانية او انسى، فلا، قررت انه طالما كده كده موجوده والدفتر كده كده موجود فيه الاذكار، فخليني استغل وقتي واقرا اذكار الصباح عشان اقوم وابدا في مهمه جديده. ولكن قبل نحتسي القليل من الشاي، اقول لكم على سر، انا مش من هواة شرب الشاي، ومعرفش ايه اللي خلاني اعمل شاي دلوقتي، ولا بفضل المشروبات السخنه عموما، انا دايما بحب العصاير الفريش. ولكن اللي حصل، خلصت فقرة أذكار الصباح وقررت ان انا انتقل لمهمة جديدة، فيلا بينا نشوف ايه هي المهمة التانية. الخطوة اللي بعد كده كنت اخدت شاور، وبحب فقرة الشاور دي قوي، وبدأت في الروتين ما بعد الشاور، فبدأت ان انا احط كريم مرطب والمزيد من المنتجات. بصراحة مش حابة ان انا اتكلم كتير في الفقرة دي، فهسيبكم انتوا تشوفوا الفقرة دي مع نفسكم، ولا اتكلم؟ خليني اكمل لكم. بكل بساطة انا بستخدم كريم مرطب لبشرتي، وبعد كده 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 موجودة في البيت، فقررت ان انا المزيد من اللمسات الفنية. خلصنا الفقرة دي، فبعد كده بدأت ان انا دايما بحب احط الكريم المرطب قبل ما احط الكريم بتاع شعري، معرفش ليه. وبعد ما حطيت الكريم بتاع شعري اكتشفت ان انا كنت نسيت انه قبل ما احط الكريم المفروض ان انا احط الاسبراي، ولكن قررت ان انا اعمل كده في الوقت الحالي وخلاص. وبعد ما حطيت الاسبراي وسرحت شعري، في اخر فقرة بعملها ان انا بحط كريم مرطب لايديا. ما بحبش الكريم ده، ولكن خلاص جبته يعني فهرميه، فبقيت بستخدمه. هو مشكلته انه خفيف جدا وبيبقى مش سريع الامتصاص، فما بحبش ده. وبعد كده استخدمت البادي لوشن ده، هو برضو من الحاجات اللي انا اشتريتها ومش لذيذة، ولكن ريحته حلوة فاكيد مش هرميه. عندي الصلصال ده من مدة طويلة وحابة ان انا اشتغل عليه، وبصراحة مش عارفة اشتغل عليه دلوقتي ولا أأجل الفكرة. بفكر ان انا اعمل لكم بيه فيديو مخصوص فترقبوه، لانه شكله كتكوت قوي وجميل، وانا حابة ان انا اجرب حاجة زي كده. لعجينة السيراميك اكتشفت ان هي بيكون معاها الادوات دي، ولكن انا ما كنتش اعرف لانه انا مشتريتش الادوات دي، فهنشوف هنعمل ايه بيها. بس فلو كنت عملت حاجة بيها دلوقتي هوريكم، لو أجلتها لفيديو مخصوص هوريكم برضو. بس بصراحة شكلها جميل جدا ومتحمسة ان انا اشتغل عليها من ساعة ما جبتها، دي يمكن مركونة عندي بقالها سنة يعني. بالنسبة لتاريخ الصلاحية بتاعتها، لان انا بقول لكم انا جايباها يمكن بقالي سنة او حاجة زي كده، فلقيت التاريخ الانتاج يونيو 23. يعني ايه يونيو؟ يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو، شهر 6 23.
شهر 6/23 وهي الصلاحية 3 سنوات، لا لسه شغالة الحمد لله. هي اصلا قوامها يعني واضح ان هي شوية طرية قوي، ان شاء الله تظبط والله المستعان. فيلا بينا نجرب ونشوف. عندي اكتر من مشروع حابة اشتغل عليه، ولكن هبدأ بالمشاريع الصغيرة باعتبار ان انا لسه لاول مرة هجرب عجينة السيراميك واشوف ايه المشروعات اللي هتطلع معايا بسيطة، وشوية شوية نبقى ندخل في مشاريع كبيرة. فهنبدأ الاول بالمشاريع الصغيرة والله المستعان. وها قد حانت فقرة القراءة، فخليني أكلمكم شوية عن كتاب. أنا بقرأ في كتاب حاليا اسمه عقدك النفسية سجنك الأبدي. كنت اتكلمت في فيديو قبل كده إن أنا بدأته في شهر 8، كان 31/8 تحديدا بدأت في قراءة الكتاب، وجاتلي فترة فتور من الكتاب ومحبتش أستكمله، وأكتر من مرة كنت بفكر إن أنا أوقف القراءة بسبب المحتوى. هو مش وحش يعني، خليني أقولكم إن الكتاب مش وحش، وبالعكس أنصح جدا بقراءته، وغالبا هعمل لكم فيديو منفصل نتكلم فيه عن الكتاب، ولكن بعد ما اخلص القراءة بتاعته فترقبوا. في لحظة ما غير مخطط ليها قررت ان انا اوضب الادراج، وبالاخص انه فوق كده في كتير من الكركبة، فعايزة اوضب الكركبة دي، وكمان عايزة اوضب الادراج. فيلا بينا نشد الدرج ونوضبه. شديد الدرج هو عبارة عن درج الشرابات، فعايزة اوضب الشرابات دي واجمع كل شراب بالفردة بتاعته. وانا متأكدة انه اكيد كده كده هيطلع فيه شرابات كتير ملهاش الفردة بتاعتها، فهيبقى الدرج مليان على الفاضي، فمحتاجة ان انا اجمعهم واشوف ايه اللي هخرجه. كنت مطلعة درج برضو قبل علشان عايزة اوضبه كذلك، فضيت اللي فيه. وهنا كمان درج اخر حاطين فيه البندانات بتاعة الطرح، فبرضه عايزة اخرجه عشان اوضبه. هبدأ بالدرج الاولاني، وبدأت ان انا احط المفرش ده عشان يبقى شكله مهندم اكتر، وبالفعل كنت طبقت البندانات علشان ماخدش وقت طويل، وهبدأ ان انا ارصهم في الدرج. وفي درج خصصته لانه يكون ليه علاقة بالعلاجات والحاجات اللي هي بتكون كصيدلية يعني مصغرة، لانه بيبقى فيه كم برشام كتير وبيبقى فيه حاجات، فمكنتش عارفة اوديهم فين، كانوا موجودين فوق فوضبتهم وحطيتهم في الدرج. وبعد كده بدأت فقرة الشرابات، وان احنا نجمع ونلملم قدر ما استطعنا، وبالفعل طلع فيه حاجات كتير زايدة وملهاش لازمة، فخرجت كل ده، واللي كانوا موجودين بالفعل يصلحوا للاستخدام عددهم كان قليل قوي، فمحتاجين نجيب شرابات جديدة. والدرج ده انا قررت ان انا استخدمه ليا، فبرضو استخدمت من نفس نوع المفرش، وبدأت ان انا ارص فيه الدفاتر والاقلام والحاجات اللي بتخصني شخصيا. الموضوع كان لذيذ ومسلي، وكنت مستمتعة جدا وانا بعمل الفقرة دي، لانه انا كنت محتاجة جدا احط حاجتي دي برضو في درج، لان انا كنت حطاها برا، فكنت حطاهم جنبي جنب السرير على الكومود، فكنت حاسة ان هو عامل زحمة على الفاضي برضو، فمكنتش حابة ان يبقى عندي كركبة كتير. فبقيت احاول اني اوضب الادراج واطلع الحاجات اللي ملهاش لازمة، عشان ارص الحاجات اللي انا بالفعل محتاجاها واللي ليها لازمة، وما تبقاش موجودة فوق الكومود، فوق الترابيزة، فوق الحاجات اللي زي كده. فبحاول ان انا الملمهم في الادراج والله المستعان. فدي فقرة كانت ممتعة بالنسبة ليا اوي، ان انا لقيت واخيرا مكان احط فيه الحاجات بتاعتي. وده مش لانه مفيش مكان انا احط حاجتي، ولكن عشان انا حاجتي كتير جدا محطوطة في اماكن كتير جدا. انا اكتر واحدة مستولية على البيت، فبحط حاجتي في كل حتة، في كل اوضة، في كل مكان، لان اوضتي مش مكفية الحاجة بتاعتي. بس فحتى لسه بفكر في المستقبل ان انا محتاجة اوضب الاوضة بشكل، احاول قدر ما استطعت ان انا اقدر الملم كل حاجتي في اوضتي. وبكده يكون خلصنا الدرج ووصلنا لنهاية الفيديو.